السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هنتعلم مع بعض طريقة عمل البقلاوة، ودي يا جماعة من الحلويات السهلة اللي مكوناتها متوفرة في كل بيت. نبدأ ونقول بسم الله. مقادير البقلاوة معانا زي ما انتوا شايفين. معانا كوباية ونص من الدقيق، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من النشا، وكيس خميرة فورية، وكيس بيكنج باودر. زي ما احنا شايفين اهي يا جماعة، مكونات البقلاوة بسيطة جدا ومش مكلفة ولا اي حاجة. وفي الوقت ده يا حبايبي هنبدأ نجهز البقلاوة. اول حاجة بنعملها بناخد الدقيق وبننخله كويس قوي. ونخل الدقيق ده يا حبايبي خطوة مهمة قوي، بيخلي العجينة حلوة معاكي وبيشيل من الدقيق اي تكتلات. ونخل الدقيق بيخلي الدقيق ينعم معاكي كده زي ما انتوا شايفين. وبعد ما خلصت النخل كوباية ونص من الدقيق اللي معايا، دلوقتي هضيف معلقة نشا عليه وبنخلها برضو. زي ما قلتلكوا يا حبايبي، النخل بيخلي المكونات ناعمة معايا اوي جميلة. وبعد ما بننخل النشا بنحط معلقة معانا من البيكنج باودر. مش بنحتاج في البقلاوة غير معلقة بس كبيرة من البيكنج باودر، مش بنحط الكيس كله. وبعدين بضيف عليها كيس الخميرة الفورية. الخميرة الفورية يا بنات بتضاف على العجينة مباشرة، لأنها بتبقى جاهزة، مش بتحتاج تتدوب معاكي ولا حاجة. ودلوقتي بضيف على معلقة السكر اللي معايا مية وبدوبها فيها كويس، وبفضل اقلب فيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده لحد ما السكر بيدوب في المية على الاخر. ما ينفعش تحط السكر على العجينة كده مباشرة من غير ما يدوب في المية، عشان ما يضايقكيش في العجن. ودلوقتي هبدأ اعجن المكونات اللي معايا كلها زي ما احنا شايفين كده. وبنبدأ نضيف عليها المية نقطة بنقطة. ما تحطيش مية كتير على العجينة مرة واحدة، علشان العجينة ما تبص منك وتبقى سايحة. احنا عايزينها تبقى متماسكة معانا وجميلة وسهلة معانا اثناء الطبخ. ونفضل نضيف عليها المية نقطة بنقطة كده زي ما احنا شايفين لحد ما توصل للقوام المطلوب. زي ما احنا شايفين اهي يا حبايبي، العجينة بدأت تتلم معايا وتتماسك. كانت في الوقت ده محتاجة شوية مية صغيرين قوي. هحط عليها في الوقت ده شوية مية صغيرين وهعجن فيها كويس قوي. ياريت تكملوا معايا الفيديو للآخر، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد، وتفعيل الجرس ولايك وتعليق منكم يشجعني. في الوقت ده زي ما احنا شايفين هاي حبايبي، العجينة بدأت تتلم معايا على الاخر اهو، وبقت طرية وسهلة في ايدي قوي اهو. زي ما احنا شايفين متماسكة ازاي، مش بتقطع مني ولا اي حاجة خلاص، علشان مقدرنا مظبوطة. والمية كمان بنحطها واحدة واحدة علشان ما تسحش مننا. وابدأ اهو يا جماعة الم في العجينة كويس بالشكل اللي احنا شايفينه ده علشان نسيبها تخمر. جبت لها بولة اهو حطيتها فيها وهغطيها كويس قوي، وهنسيبها تخمر حوالي نص ساعة. ودلوقتي اهو يا جماعة بجيب حلة وبحطها على النار وبحط فيها زيت كتير. لازم تكون الحلة اللي معاكي نصها زيت علشان البقلاوة ما تتحرقش منك. الحلة اللي معايا دي اخدت ازازة زيت كاملة. ازازة زيت اللي حطيتها كلها في الحلة علشان لازم البقلاوة تكون عايمة كده في الزيت. وفي الوقت ده يا حبايبي العجينة كانت خمرت معايا اهي، وببدأ اعملها كور على شكل البقلاوة. اول حاجة بتدهني ايديك الزيت كويس زي ما احنا شايفين بالشكل اللي انا دهنت ايدي بيه ده. تجيبي طبق جنبك وتحطي فيه شوية زيت صغيرين وتدهني ايديكي بيه وتبدأي تعملي كور كده. هيخليكي تقدري تمسكي العجينة معاكي كويس وتقدري تتحكمي فيها وما تلزقش في ايديكي. زي ما احنا شايفينها عملت الكمية دي وحطيتها في الزيت بعد ما سخن خالص على نار وسط. لازم النار كده تكون وسط علشان البقلاوة ما تتحرقش منك وفي نفس الوقت تستوي من جوه. شايفين يا جماعة شكلها بقى حلو قوي ازاي؟ اول ما بنحطها في الزيت السخن كده بتكبر وبتفتح وبتاخد شكل حلو قوي. شايفين الكور يا حبايبي بتكبر معايا ازاي؟ ونفضل نقلب فيها كويس باستمرار كده يمين وشمال زي ما احنا شايفين. تبدأي تطلعيها كده من الزيت لما تاخد الشكل ده وبتحس ان هي مقرمشة. بتحس كده ان هي ملمسها بقى ناشف تحت ايديكي في المعلقة، ما بقتش طرية، عشان تبقى مقرمشة معاكوا جميلة. الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي يا جماعة. وفي الوقت ده ببدأ اخلص الكمية اللي معايا اهو. شايفين يا حبايبي انا بعمل الكرة وسط، ما بخليهاش كبيرة قوي، واول ما بتتحط في الزيت بتكبر وبتاخد شكل جميل قوي. اعملي المقادير زي ما انا قلتلك عليها بالظبط وهتطلع بالشكل الجميل ده. وبعد ما تخلصيها بتستني الزيت لما بيبرد معاكي، وبترجعي الزيت تاني في الازازة وبتستخدميه عادي خالص.
ودلوقتي يا حبايبي انا كنت خلصت الكمية اللي معايا اهو، وكنت جبت في الوقت ده معلقتين 3 من السكر وطحنتهم، وببدأ ادهن البقلاوة بتاعتي كلها بالسكر زي ما احنا شايفين كده. ودي خطوة ضرورية أساسية في البقلاوة، لأن أول ما بتحطيها في السكر المطحون هو اللي بيخلي طعمها يظهر معاكي أكتر، وبيخلي طعمها لذيذ قوي. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، شايفين شكلها حلو ازاي، ومفرغة من جوه وطرية ومستوية معايا، مش معجنة ولا حاجة. وهحط الكمية اللي معايا كلها في السكر. كانت تحفة قوي بجد وطعمها لذيذ. جربيها بالطريقة دي مش هتندمي عليها، أولادك هيحبوها قوي. وأتمنى منكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. واحب اعرف ايه رأيكم يا حبايبي في تعليق، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. زي ما انتوا شايفين في الوقت ده انا بوريها لكم من جوه اهو، شايفين هشة ازاي من جوه مستوية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونوش في دعوة حلوة منكم.